طلاب تاني اعدادي، اخباركم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنشرح يونت 7 الفوكابس كلها والجرامر بكل التفاصيل وهنحل عليها للاخر. كل اللي انا طالبه منك تركز معايا وتجيب كوبايه شاي ويلا بينا. ومعانا اول يونت في منهج تاني اعدادي، اسم الوحده بتتكلم عن ماي سكول لايف اللي هي حياتي الايه المدرسيه. اول يونت في تاني اعدادي بتتكلم ماي سكول لايف. جميل، نبدأ مع بعض. lesson 1 و lesson 2. الدرس الأولاني بيتكلم عن school rules قواعد المدرسة. الدرس الثاني بيقول my school day يوم الإيه؟ يوم المدرسة. أول حاجة معايا في الكلمات كلمة behavior السلوك. قلنا عندي كلمة behave ده فعل بمعنى يتصرف، حلو، أو act. لما أجي أجيب الاسم منهم يبقى كلمة behave هي behavior الإيه؟ السلوك، حلو، او اكشن اللي هو الحدث نفسه او الفعل اللي انا بقوم بيه. يبقى behavior السلوك. القانون او النظام اسمه الكود، قانون او نظام كود. في كلمه ثانيه بمعنى law القانون، ممكن نقول زي قواعد الملبس بنقول عليها اهي دريس ايه، دريس كود. عندي قاعده او قانون رول، لسه قايلين قانون law. عندي behavior rules قواعد السلوك، زي في مناسبه او يرتدي فعل بمعنى ايه dress يقاطع interrupt يقاطع. دريس كود قواعد الملبس. سناك قلنا سنيك ثعبان، سناك وجبه خفيفه. عندي ريسبكت يحترم. الرواق او الممر. الصاله اسمها الهول واي او الكوريدور. كلمه سنيكرز حذاء رياضي، حذاء رياضي للجري. عندي ريسبكتفول دي الصفه من كلمه ريسبكت محترم، عايز اجيب منها الظرف اقوم رايح ضايف لها ال واي بقت ريسبكتفولي بكل ايه، بكل احترام. كلمه ممنوع او محظور forbidden. ندخل على التعريفات. كلمة behavior السلوك. يعني ايه السلوك؟ يقول لك the way someone acts الطريقة التي يتصرف بها شخص ايه؟ شخص ما، ده السلوك. لسه قايلين ان كلمة act هي نفس كلمة ايه؟ behave. جميل. dress code قواعد الملبس، بيقول لي هي rules هي قواعد about what clothes people should wear اللي الملابس المفروض الناس تلبسها فين؟ at work في الشغل، school في المدرسة، and restaurant في المطعم، or club او الايه؟ او النادي. عندي كلمة forbidden، عندي كلمة ايه؟ forbidden ممنوع. يقول لي something not allowed حاجة مش مسموحة to happen انها تحصل by rules or law بواسطة القواعد والايه؟ والقوانين، فالشيء ساعتها يبقى محظور او ايه؟ او ممنوع. كلمة hallway بمعنى ممر او طرقة. a long narrow passage عبارة عن ممر ضيق وطويل in a building داخل ايه؟ داخل مبنى. rules قواعد، هي instructions تعليمات that tell people بتخبر الناس what they must or mustn't do بتقول للناس الحاجات اللي المفروض يعملوها والحاجات اللي ما يعملوهاش. اسمها الرولز او laws القوانين. سنيكرز حذاء رياضي. comfortable shoes حذاء مريح. you wear for sports or walking بتستخدمه من اجل الرياضه او الايه او المشي فنقول عليه الايه سنيكرز. جميل، نكمل الكلمات. قلنا كلمه a few بمعنى قليل، قلنا قليل وبيجي وراها اسم ايه؟ اسم يعد. وعندي كلمه little بيجي وراها اسم لا ايه؟ لا يعد. جميل. little او ايه او a little. جميل. عندي كلمة advise ده فعل بمعنى ينصح، قلت advice ده اسم بمعنى الايه؟ النصيحة. عندي advertise قلنا هنا عندي كلمة advice ينصح يتجنب avoid وبيجي وراها فعل مضاف له ing يجي وراها الجيرند. classmate زميل الدراسة او زميل الفصل. عندي confident واثق. ممتع enjoyable. بنشاط نشيط active، عايز اجيب الظرف منها actively. يسمح allow، لسه قايلين من شويه في كلمه allow بيجي وراها مفعول وبعد كده تو الفعل فين؟ في المصدر. حريص careful الظرف منها carefully بعنايه او بحرص. فصل دراسي classroom. ممر لسه قايلين كوريدور او hallway HALLWAY هيها كلمه كوريدور ممر الطرقه بين فصول او الطرقه ما بين مجموعه من الايه من الغرف. كلمة equal يساوي أجيب منها ظرف أضيف لها ly equally بالتساوي. النصيحة advice قلنا كفعل advise بالاس اي الاسم advice وده اسم لا يعد فنقول كلمة تب TIB تيجي بمعنى الايه؟ النصيحة الجمع بتاعها تبس نصائح أو بقشيش. الجو العام أو الغلاف الجوي اسمه الاتموسفير. اتموسفير الجو العام أو الغلاف الايه؟ الجوي. هاتف محمول اسمه السيل فون. نظيف كلين. يخلق أو ينشئ كرييت أو يبدع. يتبع او يلتزم بالشيء يبقى ايه؟ فولو زي فولو رولز. عندي يحيي جريت التحيه. يحيي جريت التحيه بنسميها ايه؟ جريتنج نضيف لها
gerund ing greeting التحيه. جميل. عندي جينز بنطلون جينز. نارو ضيق او تايت تايت اي جي اتش تي تايت ضيق. participate يشارك دايما بتاخد حرف الجر in participate in سواء كلمه take part in. الفخر برايد. يعيد return. امان او سلامه safety. مرتب او منظم نقول ايه tidy. جميل. عندي healthy صحه اما الصحه بمعنى health كاسم. عندي learning اسمه الايه تعليم اما teaching التدريس. نوت ملاحظه او فعل بمعنى يلاحظ notice يلاحظ notice. عندي بوزيتيف ايجابي طبعا عكسها نيجاتيف. كلمه quiet QUIET ده بمعنى هادئ. لو قلت QUITE دي بمعنى الى حد ما يراجع ريفيو او تيجي بمعنى مقاله نقديه. ستيبس خطوه اقول لك خطوه بخطوه ستيب باي ستيب. نموذجي او نمطي او تقليدي او معتاد تيبيكال. عندي هام او مهم important اخلاق او اسلوب او تصرف اسمها مانر. كلمه مانر تيجي بمعنى طريقه. لو ضفت لها اس مانرز تيجي بمعنى الاخلاق. في الوقت المحدد يعني جاي بالدقيقه يبقى اون تايم. لو قلنا الوقت المناسب يبقى ان تايم. يجهز او يستعد بريبير او ممكن نقول set او ايه او arrange. كل دول بمعنى يرتب او ايه او يعد او ايه يستعد. يرفع raise. قلنا raise طبعا يجي وراها ايه مفعول وده فعل ايه منتظم تيجي بمعنى يرفع ويجمع اموال ويربي ويزيد. امن سيف ينجح succeed دايما تاخد حرف الجر in succeed in. يهدر waste. عندي after school بعد المدرسه after school. يشتت distract. التشتتات هي اسمها او التشويشات distractions. favorite مفضل. امر او ترتيب او يامر order. كلمه ينتج produce المنتج product ده عايز الصفه productive منتج او مثمر. كلمه مثمر لها معنى تاني زي كلمه fruitful مثمر. عندي take care of يعتني بيه. command امر او يامر زي كلمه order يامر order. عندي البيئه environment او الهابيتاتس. instructions تعليمات preparatory اعدادي. preparatory قلنا preparatory. require بمعنى يتطلب او يحتاج. well planned مخطط له بشكل ايه بشكل جيد. الافعال عندي choose chosen يختار. choose drink drank drunk. feel felt. speak spoken. take took taken. understood. wake up woken up. wear worn. write written. نيجي للسينونيم والانتونيم. اول كلمه معايا كلمه behavior سلوك. يعني ايه سلوك؟ manners لسه قايلين اللي هي الايه الاخلاق manners. actions اللي هي بمعنى افعال او ايه او احداث. عكسها misbehavior سوء السلوك او rudeness اللي هي الوقاحه. كلمه rude صفه بمعنى وقح حولتها الاسم ضفت لها NE يبقى ايه rudeness او misbehavior سوء السلوك. نكمل السينونيم والانتونيم. عندي confident بمعنى واثق. sure بنقول ايه متاكد sure. self assured يعني مطمئن. shy خجول. unsure غير متاكد. nervous متوتر. enjoyable ممتع. fun وبليزنت هنا دي نقول عليها مرح او pleasant صار. boring ممل. unpleasant غير ممتع او غير صار. forbidden ممنوع. banned illegal هنا بنقول عليها محظور. وعندي كلمة illegal بنقول عليها غير شرعي أو غير قانوني. allowed مسموح به. permitted مصرح به. legal قانوني. interrupt يقاطع. stop يوقف. disrupt تيجي بمعنى ايه يزعج أو يضايق. continue يستمر. carry on يستمر. productive منتج. useful مفيد. effective بنقول عليها ايه فعال. active نشط أو نشيط. lazy كسول. unproductive غير منتج. raise يرفع. lift فعل بردك بمعنى يرفع. LIFT او الرافعه. ممكن نقول الرافعه اسمها liver معنى رافعه liver LEVER. عندي lower ينخفض. drop يسقط او بيقع او ينزل الشيء. respectfully ده الظرف من كلمه respectful محترم. politely بكل ادب. kindly بكل عطف وطيبه. nicely بشكل لطيف.
rudely بوقاحة، impolitely بدون أدب. respectfully باحترام، politely بشكل مؤدب، kindly قلنا هي مكررة تاني نفس الكلمة respectfully. succeed ينجح، win يفوز، pass بنقول عليها يجتاز، fail يفشل، give up يستسلم. حلو. كلمة behave كفعل حولها لي يلا النون تبقى behavior، ضفنا لها السفكس IOR behavior السلوك. كلمة class الفصل ضفت لها كلمة mate classmate اللي هو زميل الدراسة أو زميل الفصل. كلمة respect فعل بمعنى يحترم، لو قلت respectful يبقى محترم. حولها لظرف ضفت لها LY بقت respectfully. كلمة product منتج هنحولها لي يلا لصفة productive ضفت لها IVE. كلمة confident يثق، confident خليتها صفة confident واثق، ده لما اجيب منها الاسم confidence تيجي بمعنى الثقة. respect يحترم، هات لي الصفة يبقى respectful. جميل. نيجي للكولوكيشن متلازمات اللفظية والبريبوزيشن حروف الجر والاكسبريشن التعبيرات. يصل في الوقت المحدد arrive on time، قلنا في الوقت المحدد يبقى on time جاي بالدقيقة. طب لو قلت الوقت المناسب يبقى in time. يعمل الواجب do homework. يشعر بالثقة feel confident. review lessons يراجع الدروس. review lessons ما اسمهاش lessons اسمها lessons. الأولى لو جت ما بين two consonant تبقى silent. take notes أو make notes، نقول يا take يا make الاثنين صح. take notes أو make notes. require to يتطلب أن. take care of your body يعتني بجسمك. raise your hands ارفع إيدك. raise قلنا وراها مفعول. during lessons أثناء الحصص. get home يصل للمنزل. show pride in أو take pride in يظهر الفخر أو يشعر بالفخر. follow the dress code يلتزم بالزي المدرسي. typical day at school يوم دراسي عادي. follow the rules أو follow the steps يتبع القواعد أو يتبع الخطوات. create a positive atmosphere يخلق جو إيجابي. return books on time يعيد الكتب في الوقت المحدد. waste time on distraction يضيع وقته على الملهيات الحاجات اللي تسبب لك تشتت. wear the school uniform يرتدي الزي المدرسي. عندي كلمات جينز وسنيكرز وشوز وجلاس، الحاجات دي مكونه من زوجين. اي شيء مكون من زوجين يقول لك هنا يعامل معامله الجمع. يقول لك هي شوز حذائها ياخد ار بلاك. these glasses النضاره هي نضاره واحده بس مكونه من كام زوج؟ من اثنين. يقول لي جينز تراوزرز سيزرز كلمات مكونه من زوجين اثنين تعامل معامله الجمع، فساعتها تاخد ار. جاي فرق لي هنا ما بين كلمه اون تايم وان تايم، لسه قايلين اجي في الوقت المحدد بالدقيقه يبقى اون تايم. classes always start on time، الفصول او الحصص دايما بتبدا في الوقت المحدد. on time بالدقيقه، يبقى في الوقت المناسب in time بنقول قبل فوات الاوان. I arrived at the station وصلت المحطه in time في الوقت المناسب to catch the last train عشان الحق بالقطار الاخير. يعني ممكن اجي بدري 5 دقائق متاخر 5 دقائق، المهم ان الحاجه ما تفوتنيش. يبقى on time في الوقت المحدد، in time في الوقت المناسب. قاعده ثابته معايا بتقول لي it's بيجي وراها صفه بعد كده to الفعل فين؟ في المصدر. it's important to study، يبقى it's وراها صفه وراها to الفعل فين؟ في المصدر infinitive. جميل. بيقول لي نستخدم المضارع البسيط وحاله اف الصفريه وحاله اف الصفريه عند التحدث عن العادات الثابته والروتين المتكرر وجداول المواعيد ثابته. بمعنى يقول لك هو زمن المضارع البسيط انا بستخدمه ليه؟ بيعبر عن العاده، عن الهابت العادات، والنقطه الثانيه بيعبر عن الحقائق. في حاله اف الصفريه بستخدمها عشان يعبر عن حقائق زي زي قوانين الفيزياء والطبيعه والفلك والاشياء التي لا دخل للانسان بها، اي حاجه الانسان ما بيحشرش فيها مناخيره ساعتها بستخدم حاله اف الصفريه. لما اقول لك if you boil water لو غليت الميه it evaporates تتبخر، دي حقيقه. يبقى اقول لك the sun rises from east الشمس تشرق من الشرق، ما دي بردك حقيقه. حلو. اقول لك if you left iron in the sun لو سبت المعدن في الشمس it rusts يصدأ، يبقى هنا استخدمت حاله اف الصفريه. ده بالنسبه للنقطه بتاعت الجداول المواعيد الثابته يستخدم زمن المضارع البسيط مع الجداول المواعيد. انهي جداول ومواعيد؟ قال لك مع جداول زي السينما والمسرح والتلفاز، مواعيد السينما والمسرح والتلفاز اللي هي الميديا، زي القطارات والطائرات والسيارات مواعيد وسائل المواصلات، زي مواعيد الفتح وغلق، مواعيد وفتح وغلق المحلات والمؤسسات. يبقى احنا قلنا سينما مسرح تلفاز، قطارات طائرات سيارات، مواعيد الفتح والغلق، مواعيد الحصص والامتحانات، دي كلها بنسميها جداول جداول ومواعيد. فبيقول the school day starts يبدأ، هو ما بدأش، هو لسه هيبدأ يبقى مستقبلا، يبقى جداول مواعيد مستقبلية. and finishes ينتهي، يبدأ وينتهي.
يبقى احنا بتكلم في المستقبل. teacher also follow the timetable، يتبعوا الايه الجدول. every subject gets enough time. if you have art later you prepare your colors and brush. يبقى انا بتكلم استخدمها في العاده، بستخدمها في حاله اف الصفريه، ممكن استخدمها في الجداول والمواعيد السبت. نص القراءه معايا بيقول لي our important school rules، قواعد المدرسه بتاعتنا الهامه. يقول لي welcome to my preparatory school، مرحبا بكم في المدرسه الاعداديه. here are our important school rules، دي قواعد المدرسه الهامه. every school has rules، كل مدرسه لها قواعد that help create a safe and respectful learning environment. الجمله دي مهمه، يبقى القواعد دي بتساعدني اعمل ايه؟ create a safe and respectful learning environment، خلق بيئة تعلم محترمة وآمنة. جميل. at my school، في المدرسة بتاعتي student must follow the dress code، نتبع قواعد ايه؟ زي قواعد الدريس كود، قواعد الملبس. classroom rules، قواعد قواعد الفصل. behavior rules، قواعد السلوك. library rules، قواعد المدرسة. يبقى هم كام؟ أربع قواعد. أول قاعدة معايا موجودة اللي هي قاعدة الملبس اللي هي الدريس كود، دي رقم 1. يبقى الدريس كود رقم 1. تاني نقطة يبقى كلاس روم رولز، قواعد الفصل. تالت نقطة behavior rules، قواعد السلوك. library rules، قواعد المكتب. 4. هيبدأ يشرح لي الأربعة. أول نوع معايا the dress code، قواعد الملبس requires the student، بيتطلب الطلاب يعمل ايه؟ wear the school uniform، يلبس الزي المدرسي كل يوم. مش مسموح لك jeans and sneakers are not allowed، الجينز والسنيكر مش مسموح. يبقى اول قاعده معايا هي قواعد الملبس، تلبس اليونيفورم بتاعك كل يوم، مش مسموح لك بانك تلبس سنيكرز او جينز. It's also important to keep your uniform، اخلي اليونيفورم بتاعي clean and tidy، نظيف ومرتب. to show pride in the school، عشان اظهر الفخر فين؟ في المدرسه، او احس بالفخر فين؟ في المدرسه. يبقى اول قاعده معايا اللي هي دريس كود. تاني رول معايا behavior rules، قواعد السلوك. احنا قلنا دريس كود قواعد الملبس. تاني نقطة behavior rules، قواعد السلوك are equally important، مهمة بالتساوي. student must respect teachers، الطلاب يحترموا المدرسين and each other، ويحترموا بعضهم البعض. اي حاجة تاني avoid running in the hallway، يتجنب الجري فين؟ في الممرات. and help keep the school clean، ونساعد في الحفاظ على المدرسة نظيفة. حلو. وايه كمان؟ cell are not allowed in class، التليفون مش مسموح في الفصل. and eating or drinking inside the classroom، وانك تاكل وتشرب جوه الفصل، ده forbidden. يعني ايه forbidden؟ ممنوع. النقطة الثالثة عندي in classroom، القواعد بتاعة الفصل. student should arrive on time، يوصلوا في الوقت المحدد. they must listen carefully to their teacher، يسمعوا مدرسينهم بعناية and classmates وزملاء. talking while the teacher، انك تتكلم والاستاذ بيتحدث is speaking it's not allowed، غير مسموح. student should raise their hand، يرفعوا ايديهم before speaking، قبل ما تتكلم. النقطة رقم 4 in the library، في المكتبة. student should be quiet، يبقوا هاديين. return books، يرجعوا الكتب في الوقت المحدد. and never write in them، وما يكتبوش في الكتب بتاعت المكتبة. good behavior، السلوك الجيد makes the school better for everyone، بتخلي المدرسة أفضل لكل شخص. يبقى أنا عندي 4 قواعد اللي هي dress code، قواعد الملبس. behavior rules، قواعد السلوك. classroom rules، قواعد الفصل. library rules، قواعد المكتبة. جميل. النقطة اللي بعدها my school day، يوم المدرسي. بيبدأ يتكلم عن school day بتاعه. يقول لي a school day، اليوم المدرسي can be enjoyable and productive، ممتع ومثمر. if you follow few simple steps، لو اتبعنا بعض الخطوات البسيطة in the morning، في الصباح. نعمل ايه؟ wake up early، اصحى بدري. prepare your bag، جهز شنطتك. arrive at school on time، اوصل للمدرسة في الوقت المحدد. you should greet your teachers، تحيي طلابك and classmates، وزملائك ازاي؟ how respectfully، بكل احترام. as good manners، لان الاخلاق الجيدة help create a positive atmosphere، يبقى بيقول لي الاخلاق الجيدة بتساعد على خلق جو او بيئة ايجابية. during lessons، اثناء الحصص والدروس. listen carefully، اسمع بعناية. take clear notes، خد ملحوظات واضحة. participate actively، شارك بفاعلية او بنشاط. you should ask questions، تسأل أسئلة when you don't understand، لما تكونش فاهم. يقول لك something but you shouldn't interrupt others، ما تقاطعش الآخرين while they are speaking، وهم بيتكلموا. جميل. بيقول لي at break، وقت الفسحة at break time. choose healthy snacks، اختار وجبات صحية.
and drink water بيشرب ميه because you should take care of your body تهتم بجسمك. Don't run in the corridors ما تجريش في الممر to follow safety عشان تتبع قواعد الأمان safety rules. After school بعد المدرسة review your lessons راجع دروسك do your homework اعمل واجب and organize your timetable ونظم جدولك. You shouldn't waste your time ما تضيعش وقتك on distractions على الملهيات. If you want to succeed لو عايز تنجح a well planned school day يوم مدرسي مخطط له بشكل جيد help you learn more and feel confident بيساعدك انك تتعلم وتشعر بالثقة. جميل. ادى النص التاني. نبدأ الحل بتاعنا على الدرس. يقول لي the way someone act الطريقة التي يتصرف بها شخص ما. behavior سلوك rule قاعدة hallway ممر او طرقة sneakers حذاء رياضي. اكيد طبعا الbehavior السلوك. our rules هي قواعد about what rules تبقى قواعد قلنا الاولانيه behavior سلوك. are rules about what clothes people should wear at work الملابس اللي المفروض اشخاص يرتدوها في العمل school في المدرسه or a club او في النادي. يبقى dress code forbidden sneaker behavior اكيد قواعد الملبس dress dress code means something not allowed to happen حاجه مش مسموح انها تحصل by rules or law بواسطه القواعد والقوانين. يبقى ده شيء ممنوع او محظور يبقى forbidden. is a long narrow passage ممر ضيق in a building في مبنى ما. يبقى الممر الضيق قلنا اللي هو الصاله او الطرقه اسمها الهول واي او الممر. is comfortable shoes حذاء مريح you wear انت بترتديه for sports or walking من اجل الرياضه والمشي قلنا اسمه السنيكرز. رقم 6 بيقول لي you should ask a question تسال اسئله when you don't know at something. يبقى تسال اسئله لما يكونش make sense شيء منطقي understand تفهم suggest يقترح organize لما يكونش فاهم شيء يبقى understand something. don't run in the corridor ما تمشيش في الممر to follow rules عشان نتبع قواعد الامان يبقى safety rules. رقم 7 after school بعد المدرسه after school your lessons and organize your timetable يبقى اعمل في دروسي اراجع دروسي يراجع يعني review your lessons and organize your timetable. you shouldn't waste your time if you want to يبقى ما ضيعش وقتي لو انا عايز ينجح يعني succeed. يقول لك a break time student should drink water and choose healthy. يبقى at break time وقت الفسحه الطلاب يشربوا ميه ويختاروا snacks service period fun اكيد وجبات يبقى snacks. so important to follow each classroom to avoid problem نتبع كل قاعده classroom rule عشان نتجنب المشاكل. student who show good اللي بيظهروا جيد are often rewarded بيتم مكافأتهم by their teacher مدرسينهم. يبقى good atmosphere ولا corridor ولا behavior يبقى show good behavior بيظهروا سلوك جيد. to keep the school environment safe عشان نخلي البيئة آمنة everyone must follow لازم يتبع behavior rule dress code snacks sneakers to follow بقى بيئة ما دام بيئة آمنة بيبقى behavior rule قواعد السلوك. every school has lot of rules عندها من القواعد that help create a safe environment بتساعد على خلق بيئة آمنة. يبقى كل مدرسة ليها dress of code ولا pride of rules ولا advice of rules ولا code. يبقى عندي code of rules. جميل. يبقى هنا قلنا code of rules. عندي رقم 14 code requires the student to wear the school uniform every day بيتطلب ان الطلاب تلبس الزي بتاعها كل يوم يبقى اسمه dress code اللي هي قواعد الملبس. the school says that المدرسة بتقول student cannot wear hats يلبسوا قبعات inside the classroom. يبقى القبعات يبقى هنا safety rules ولا sport rules ولا dress rules ولا يبقى اكيد هنا بيقول لي جوه الفصل. ما دام جوه الفصل يبقى اسمها dress code قواعد الملبس. it's not to leave the school تغادر المدرسة before the final bell rings قبل ما الجرس النهائي يرن. يبقى it's ده منع يبقى it's forbidden ممنوع او محظور. student must avoid running يتجنبوا الجري in the فين اكيد في الممر او الطرقة hallway او ردها during a group discussion اثناء مجموعة مناقشة او مناقشة مجموعة. it's rude من الوقاحة to not your teacher اعمل في المدرس بتاعي interrupt your teacher تقاطع المدرس بتاعك. نقطة رقم 19
student must know teachers المدرسين and each other وبعضهم البعض to create a positive atmosphere عشان يخلقوا جو ايجابي. هعمل ايه في المدرس؟ avoid ولا drink ولا respect ولا choose؟ اكيد respect، احترم المدرس بتاعي. This it's important to remain انك تبقى even when you disagree with someone. من المهم انك تبقى ايه مالك؟ تبقى respectful، محترم حتى لو اختلفت مع شخص اخر. when disagreeing with classmates، لما تختلف مع زملائك you should respond. ارد ازاي؟ اكيد respectfully، ارد بكل احترام. it's against the school rules، ضد قواعد المدرسة to wear not instead of shoes. يبقى ضد القواعد ان انا اروح المدرسة بالسنيكرز بدلا من الحذاء. always try to have not attitude، سلوك in at school، يبقى في سلوك في المدرسة، يبقى positive attitude، سلوك ايجابي. please turn off your not before the lesson starts. اطفي قبل ما الدرس ما يبدأ. يبقى اكيد السيل فون، الهاتف بتاعي. it isn't not to use a cell phone، هاتف خلوي in the class، يبقى مسموح؟ لا، it isn't allowed، غير مسموح. good manners، الاخلاق الجيدة create a positive note in classroom، بتخلق جو ايجابي. قلنا الجو بمعنى atmosphere. she decided to not in the science competition، في مسابقة العلوم، يبقى يشارك في participate in أو take part in. 28 to stay healthy we must not junk food، عشان نبقى بصحة جيدة we must avoid the junk food، نتجنب الطعام السريع. student should show good not in the classroom، نظهر manners، أخلاق جيدة جوه الفصل. student should not their lessons before the test. هعمل ايه في الدرس؟ المفروض should review، اراجع الدرس قبل الامتحان. the teacher treats all students، بيعامل الطلاب، بيعاملهم ازاي؟ equally، بشكل مساوي او بالتساوي. try to study in the place without، حاول تدرس في مكان ما فيهوش اي مشتتات، يبقى distractions. رقم 33 schedule، جدول، helps you manage your time effectively، بيساعدك في انك تتحكم بوقتك بفاعليه. يبقى نقول well planned schedule، يعني جدول مخطط له بشكل جيد. student should not all school rules، اعمل ايه في قواعد المدرسه؟ يبقى follow، يتبع. disobey يعني يعصي. جميل. you should always not homework to get good grades، عشان احصل على درجات جيده. يبقى you should اعمل ايه في الواجب؟ يبقى do homework، اعمل الواجب بتاعي. during the lesson، اثناء الدرس it's important to notes، اخذ ملحوظات. قلنا يا make يا take، اللي موجود عندي take notes، ياخذ ملحوظات. if you wanted to answer a question، لو عايز تجاوب سؤال you not your hand، اعمل ايه في ايدي؟ يبقى ارفع ايدي، يبقى raise your hand، RAISE. my new pair of sneakers، اول ما يقول لي زوج من الاحذيه يبقى انا ما بتكلمش هنا على زوجين، انا بتكلم على زوج واحد، فساعتها ناخد هنا is. يبقى my new pair of sneakers هتبقى is expensive. my new sneakers، الحذاء نفسه بقى هنا مكون من كام زوج؟ انا ما بتكلمش على زوج واحد، من زوجين اتنين، فطبيعي هنا تاخد اي حاجه مكونه من زوجين اتنين تعامل معامله الجمع. the word behavior، كلمه سلوك behavior synonym مرادفها تبقى manners اللي هي الاخلاق. the word confident واثق is a synonym of، مرادف كلمه واثق يبقى اكيد self assured، يبقى مطمئن، self assured مطمئن. the word nervous is a synonym متوتر او عصبي nervous، يبقى brave ولا shy ولا confident ولا sure؟ يبقى اكيد shy، متوتر خجول. نقطة رقم 43 يقول لي the word nervous is an antonym، التضاد بتاع كلمة nervous relaxed unsure brave shy، يبقى شخص nervous متوتر، يبقى relaxed مسترخي حلو، ولا unsure غير متأكد، ولا brave شجاع، ولا shy؟ يبقى هنا مطمئن أو مسترخي يبقى relaxed. the word enjoyable is an antonym ممتع، حاجة ممتعة، يبقى pleasant صار، boring ممل، fun ولا delightful؟ أكيد هنا عايز التضاد بتاع حاجة ممتعة، يبقى حاجة boring. يقول لك the word forbidden ممنوع، حاجة ممنوعة، يبقى أكيد banned محظورة. the word hallway صالة is a synonym of مرادفها، يبقى كلمة كوريدور اللي هو الممر أو الردهة. the word interrupt يقاطع، عايز السينونيم المرادف بتاعها continue ولا carry on ولا ignore ولا stop؟ شخص يقاطعني يبقى شخص يبقى عكس، عايز المعنى interrupt يبقى stop، يوقف الشخص. the word
respectfully is an antonym بكل احترام. عايز التضاد بتاعها politely, rudely, nicely, kindly. اكيد rudely بكل ايه؟ بكل وقاحه. The word succeed is an antonym. كلمه ينجح التضاد بتاعها عايز التضاد win, achieve, pass, fail. فاكيد طبعا fail معنى ايه؟ يفشل. جميل. عندي نقطة رقم 50 to get the noun from the verb behave. عايز اجيب الاسم من كلمة behave. اكيد طبعا هضيف لها تبقى behavior السلوك IOR. The suffix returns the adjective respectful into an adverb. كلمة respectful اضيف لها طبعا ly عشان احولها adverb لظرف. The word productive is an. الكلمة دي بيسألني هي verb ولا adverb ولا noun ولا adjective. فاكيد طبعا adjective صفة. The suffix returns the word respect into an adjective. respect عايز احولها لايه؟ لصفة. يبقى respectful يبقى ايه؟ محترم. جميل. نيجي للجرامر. عندي اول حاجه في الجرامر معايا عندي الامبيراتيف صيغه الامر والايه؟ والنهي. صيغه الامر دايما بتتكون من ايه؟ بتتكون من الفعل في المصدر والايه؟ والمفعول. اما اقول لك افتح الباب تقول لي open the door. ده اسمه فعل الامر. drink more water. اشرب ميه. turn on the computer. شغل التلفاز. يبقى بستخدم الفعل في المصدر الانفينيتيف وراه المفعول. جميل. ده في النهي بستخدم حاجتين. استخدم يا don't وراها الفعل في المصدر يا never وراها المصدر. Don't run in hallway أو never run on hallway. Don't be late, never be late. Don't talk in the library, never talk in the library. يبقى الأمر كل اللي أنا بستخدمه إيه؟ فعل مصدر ورا منه الإيه؟ المفعول. النهي قلنا إيه؟ don't أو never والاتنين وراهم فعل فين؟ فعل في المصدر. جميل. ده الأمر، ده كل ما فيه. عندي كلمة should وshouldn't تستخدم للنصيحة. حلو. you should arrive at school on time. you should respect ايه؟ student should respect their teacher. الطلاب يحترموا مدرسين. should تستخدم ليه؟ للنصيحة. shouldn't لا ينبغي أن. يبقى النصيحة بعدم فعل الايه؟ الشيء. student shouldn't be late for school. الطلاب لا ينبغي أن يتأخروا على المدرسة. you shouldn't use your phone during. ما تستخدمش الايه؟ التليفون بتاعك وقت الايه؟ وقت الحصة. جميل. السؤال بمعنى هل نبدأ بشود فاعل في المصدر؟ ماشي. ونجاوب عليه بيس او ايه او نو. should we follow the school rules? yes we should. should I waste my time? no you ايه you shouldn't. واسال سؤال بأداة استفهام when should I arrive my lesson. اصل review my lesson اراجع دروسي امتى؟ you should revise them ايه now. تراجعهم دلوقتي. جميل. قاعدة سهلة جدا مش محتاجة اي حاجة. عندي يبدأ يقول لي حط don't النهي. يقول لك it's forbidden to talk. ممنوع انك تتكلم in the class في الفصل. فبيقول لي استخدم كلمة don't. يبقى بكل بساطة اقوم قايل ايه؟ don't talk. ما تتكلمش in class في الفصل وخلصت الجملة. اللي بعدها you should speak quietly in the library. بيقول لي ينبغي ان تتكلم بهدوء فين؟ في الايه؟ في المكتبة. يبقى هنا بيقول لي جايب لي speak وبادئ بايه؟ بكابيتال يعني عايزها في بداية الجملة. يبقى ده صيغة امر. يبقى speak تحدث. تحدث ازاي؟ وكمل بقيه الجمله quietly. تحدث بهدوء in the ايه؟ in the library. في المكتبه. نقطه رقم 3 I ordered you. انا امرتك not to go near the edge. تذهب بالقرب من الحافه. it's dangerous. خطير. يبقى بقول له don't. يبقى don't وراها الفعل في المصدر. يبقى don't go near the ايه؟ the edge. ما تذهبش بالقرب من الايه؟ من الحافه. it's dangerous. خطير. I want you to bring me a glass of water. عايزك تجيب لي كوباية مية. يبقى ده فعل أمر. يبقى bring احضر. bring me a glass of water. هات لي كوباية إيه؟ كوباية مية. كوب من الماء. رقم 5 I order you to give this letter to the manager. بأمرك تدي الخطاب ده للمدير. فgive يبقى ده فعل أمر. يبقى give اعطي إيه؟ يبقى this letter to the manager. ادي الخطاب ده للمين؟ للمدير بتاعك. رقم 6 don't climb the tree it's dangerous. يبقى never مكان don't احطه never climb. ما تتسلقش never climb the ايه؟ the tree. لا تتسلق الايه؟ الشجرة it's dangerous. وكم you should eat vegetables to stay healthy. يبقى ده هنا فعل امر. يبقى كل eat كل ايه؟ vegetables to stay healthy عشان تبقى بصحة ايه؟ جيدة. نقطة رقم 8 you mustn't lie to your parents. ما تكذبش على والديك. يبقى don't lie to your parents. لا تكذب على والديك. I advise you not to eat many sweets. ما تاكلش حلويات.
يبقى don't eat too many sweets. ما تاكلش حلويات كتير. I tell you not to make a noise. قلت لك ما تعملش ضوضاء while I'm working وانا بشتغل. يبقى don't make noise. ما تعملش ضوضاء while وكمل بقية الجملة زي ما هي. I'm working. ما تعملش ضوضاء وانا بشتغل. It's a good idea to drink plenty of water. يبقى drink بأمره drink plenty of water. اشرب ميه كافيه. رقم 12 you shouldn't be lazy if you want to succeed. يبقى don't be lazy if you وتكمل بقيه الجمله if you want to succeed لو عايز تنجح. هنا استخدم should during lessons. listen carefully اسمع بعنايه. يبقى you should listen. يجب ان تستمع ازاي carefully استمع بعناية ونزود ايه during lessons. ده يجب ان تستمع بعناية اثناء الايه الحصص. رقم 14 at break time وقت الفسحة choose healthy snacks. اختار وجبات صحية and drink water واشرب مية. يبقى you should choose يجب ان تختار healthy snacks. اختار وجبات صحية and drink water واشرب ايه مية. رقم 15 advise you to drink more water every day. يبقى you should drink more water every day. تشرب مية كل ايه يوم. It's a bad idea. فكرة سيئة to eat too much sugar. يبقى هنا طالب مني shouldn't. يبقى you shouldn't eat too much sugar. اللي بعدها رقم 17 It's important not to forget your homework. يبقى مهم انك ما تنساش الواجب بتاعك. يبقى you shouldn't forget your homework. بعدها shouldn't it's not good idea. مش فكرة جيدة to stay up late. تبقى وقت متأخر. يبقى you shouldn't stay up late. Don't touch the wire. ما تلمسش الأسلاك. they are dangerous. يبقى you shouldn't touch the wires. ما تلمسش الايه الاسلاك ونقول they are ايه dangerous ونكمل بقيه الجمله للاخر. معايا السؤال بتاع كومبليت. اكمل. اول حاجه معايا كلمه behavior سلوك. سنيكرز حذاء رياضي. كود قاعده او قانون. respectful محترم. respectfully بكل احترام. every school كل مدرسه has rules عندها قواعد that help create a safe and يبقى اكيد صفه and respectful family. في respectful learning environment. At my school في المدرسة بتاعتي student must follow the dress. يتبعوا قواعد الملبس. يبقى dress code. jeans and not are not allowed. اللي مش مسموح الجينز والايه ولسه قايلين sneakers. الأحذية الرياضية are not allowed. It also important to show pride in school. not rules. يبقى احنا خدنا كلمة ايه؟ خدنا كلمة respectful وكود وسنيكرز. يبقى بنقول ايه هنا؟ عندي behavior rules قواعد الايه؟ قواعد السلوك. جميل. النقطة اللي بعدها بيقول لي كلمة raise بمعنى يرفع أو يربي أو يجمع أموال. forbidden ممنوع. classmates زملاء. hallways ممرات. classroom الفصل. student must respect teacher لازم يحترموا مدرسين and each other بعضهم البعض. avoid running in هيجروا فين؟ أكيد hallway اللي هي الصالة أو الإيه؟ الطرقة أو الممر. and help keep the school clean ونساعد الحفاظ على مدرسة نظيفة. cell phones الهواتف. eating and drinking inside the classroom والأكل والشرب جوه الفصل is يبقى أكيد إيه؟ يبقى forbidden يعني ممنوع. in the classroom جوه الفصل. students should arrive on time يوصلوا في الوقت المحدد. they must listen carefully يسمعوا بعناية to their teachers ومدرسينهم and نقط. يبقى أنا عندي خدنا هنا كلمة إيه؟ قلنا hallway forbidden.
يبقى يبقى they must listen carefully to their teacher and ومين زملائهم يعني ايه اللي هم class mates. student should not their hands اعمل ايه في ايدي؟ يبقى raise their hands يرفعوا ايديهم before ايه؟ before speaking قبل الايه؟ قبل الكلام. عندي الديالوج احمد and ساره are talking about typical school day بيتكلموا عن يوم نمطي ايه؟ نموذجي المدرسه. يقول لك هاي ساره ازيك يا ساره do you enjoy your typical school day استمتعتي باليوم نموذجي؟ تلاقي yes my typical school day is قالت لها why do you enjoy it يبقى هوصف ان هو كان ممتع يبقى enjoyable كان يوم ماله ممتع. why do you enjoy it ليه استمتعتي بيه؟ قالت لها because I see my friends and learn new things بشوف اصدقائي وبتعلم اشياء جديده. قالت لها that's great ده رائع. what time do you usually نقط؟ قالت لها I usually wake up يبقى متى تستيقظي؟ يبقى wake up. يبقى what time do you usually wake up تصحى امتى؟ قالت لها I usually wake up at 6 a.m. بصحى الساعه 6 صباحا. قالت لها I wake up at 6 a.m. too بصحى الساعه 6 انا كمان. سألتها سؤال you take part in any after school activities بتشاركي في أي أنشطة بعد المدرسة؟ قالت لها yes I join. أبص الفعل join ده فعل في المصدر يبقى أكيد هنا كان سائل بإيه؟ بدو في زمن المضارع. do you take part in any after school activities? yes I join the art club every Tuesday after school. that sounds fun ده يبدو ممتع. and what time do you usually home؟ قالت لها usually get home دائما أصل المنزل يبقى what time do you usually get home متى تصلي الى الايه؟ الى المنزل. جميل. نبدا مع بعض lesson 3 5 6. lesson 3 بيتكلم بيقول لي staying organized البقاء منظم with a school timetable بجدول مدرسي. الدرس الخامس بيتكلم بيقول لي let's talk هيا نتحدث. الدرس السادس بيقول لي my school report تقرير الايه؟ المدرسه. اول حاجه في الكلمات معايا بيقول لي كلمه manage بمعنى يدير. كلمات كتير جدا بتيجي بمعنى يدير منها كلمه ايه؟ run بمعنى يدير او ايه؟ او يشغل او operate. كل ده بمعنى يدير او ايه؟ او يشغل او يتحكم فيه. ممكن نقول برضه كلمه control ده فعل بمعنى ايه؟ يتحكم. عندي كلمه help في المفيد help يساعد help في المفيد او متعاون. كلمه fair بمعنى معرض وكصفه بمعنى عادل. كلمه suggest يقترح ودي من الافعال اللي بيجي وراها الجيرانت يجي وراها الفعل مضاف له اي ان ايه جي. كلمه طابور لاين وقلنا ان كلمه لاين طابور QUE ده طابور يعني ناس مصطفى حواليه ورا بعضها يبقى ده اسمه كيو. عندي فن متعه او مرح. ينظم organize زي المدرسي اسمه الايه؟ اليونيفورم. قلنا الزي المعتاد اللي انت بتخرج بيه اسمه الاوتفيت. كلمه مكتبه library ده المكتبه لاستعاره الايه؟ الكتب. لو قلنا بوك شوب ده بنسميه ايه؟ محل لبيع الايه؟ الكتب. محل لبيع الايه؟ الكتب. كلمه مركز فوكس ده حرف جر ايه؟ on حصه او فتره او مده اسمها period. جدول الحصص اسمه تايم ايه؟ تايم تيبل. بكفاءه كلمه effect تيجي بمعنى تاثير. لما اجي اجيب منها الصفه اضيف لها IVE effective فعال. نيجي نحولها لادفيرب الظرف يبقى ايه؟ effectively بفاعليه او بكفاءه او بشكل ايه؟ فعال. ينظم organize عايز اقول منظم يبقى organized. ضبط النفس اسمه self control. عندي تجربه experiment تجربه معمليه جوه المعمل بنسميها experiment. ارضيه الملعب اسمها بلاي جراوند او الملعب نفسه. كلمه سموث سلس او بسيط او سهل لما اجي اجيب منها الادفيرب اضيف لها الايه؟ الواو. نيجي للديفينيشنز التعريفات. بيقول لي كلمه بيريود تيجي بمعنى حصه او ايه؟ او فتره. معناها a fixed time. كلمه fixed صفه بمعنى ثابت. a fixed time وقت ثابت. in school timetable في جدول المدرسه. during خلاله which a specific subject بتبقى ماده دراسيه محدده or activity او نشاط is taught يتم تدريسه او ايه؟ او تعليمه للطلاب. يبقى دي معناها الحصه او الايه؟ او المده. كلمه smoothly بسلاسه يقول لي انك in calm easy and irregular way بطريقه ايه؟ سهله وايه؟ ومنتظمه او بطريقه هادئه وسهله ومنتظمه. organized منظم يقول لك plan to plan ان انا اخطط arrange ارتب ايه؟ things الاشياء in order بالايه؟ بالترتيب. effectively بفاعليه يعني ايه بفاعليه؟ in a way بطريقه works الأعمال that works well طريقة تعمل بشكل جيد and produces good results وتنتج نتائج إيه؟ جيدة. كلمة manage يدير أو يتحكم. to control إن أنا أتحكم. direct أوجه something شيء successfully بكل إيه؟ بكل نجاح. نيجي بعد كده عندي كلمة arrange يرتب زي كلمة prepare
بريبير بمعنى يعد او ايه او يجهز. عندي فرشاه برش، معطف اسمه كوت يوجه دايركت وتيجي كصفه بمعنى مباشر. ديوتي الواجب. فن ارت، مبنى بيلدينج. مرتبط confused، الصفه المنتهيه باي دي بتوصف شخص، الصفه المنتهيه باي ان جي بتوصف شيء. يناقش discuss، حدث event. يحضر attend. عندي تغيير change، مختلف different. المسرح او الدراما اسمها دراما. عندي exactly بالايه بالضبط. جميل. عندي المرافق اسمها facilities، المرافق اللي هي ايه مرافق المدن اللي هي الطرق والكباري والمستشفيات والصرف والغاز، الحاجات دي كلها بنقول عليها facilities، الحاجات اللي بتسهل على الانسان حياته. طابق اسمه فلور او ارضيه. كشكول المعمل اسمه لاب بوك، كلمه لاب اختصار لكلمه لابوراتوري او لابراتوري. حركه موفمنت عموما او اجمالا اسمها overall. يقدم بريزنت. قلنا لو present هديه، present يقدم. جاهز ready. معرض العلوم ساينس فير. سبجكت ماده دراسيه. تشارت رسم بياني. responsibility مسؤوليه. ينهي او ينتهي finish او end. عندي فريندلي ودود فريندلي. later لاحقا. كشكول او كراسه نوت بوك. البي اي اختصار لكلمه physical education اللي هي حصه التربيه الايه البدنيه. جميل. برنسبل المدير الايه المدرسه. عندي تقرير ريبورت. سبيشال خاص او مميز. فصل دراسي اسمه تيرم. عندي بعد كده كلمه فيكسد ثابت لسه قايلينها في الديفينيشنز في التعريفات. ايديا فكره. ميك سنس منطقي او له معنى. نوتس يلاحظ نوتس. بيشنت صبور. بروديوس ينتج. سيرفيس خدمه. سبورتس داي يوم رياضي. وايزلي بحكمه. عندي كلمه جيم اللي هي الصاله الرياضيه، الجيم اللي احنا بنروح. رايت داون يدون او ايه او يكتب. نبص الافعال. ميك ميد. ران. شو الناس تركز في النقطه دي. كلمه شود ده كده فعل غير منتظم. شو التصريف الثاني شود، التصريف الثالث شون. bring brought. hear heard. grow grown. know knew known. think thought. keep kept. نيجي للسينونيم والانتونيم. قول لي كلمه effectively بفعاليه. يعني ايه successfully؟ يعني بكل ايه او بشكل ناجح، بكل نجاح او بشكل ايه ناجح. well بشكل جيد. badly بشكل سيء. poorly بشكل فقير او سيء. ineffectively غير ايه بشكل غير في ايه فعال. عندي focused مركز. concentrated مركز. careful معنى حريص. distracted مشتت او ايه unfocused غير مركز. نكمل. fun ممتع. enjoyable ممتع. amusing بنقول عليها مسلي. boring ممل. unpleasant غير صار او غير ممتع او مزعج. helpful مفيد او متعاون. useful مفيد. supportive بنقول عليها ايه داعم. useless عديم الفائده. harmful ضار. كلمه manage يتحكم او يدير. control يتحكم. handle يتعامل. run يدير. lose control يفقد السيطره. mismanage يسيء الاداره. الكلمه بعدها organize. arrange يرتب. plan يخطط. prepare يعد او يجهز. mix يخلط. confuse يربك. عندي organized منظم. بقى tidy مرتب. neat بنقول عليها مهندم يبقى neat. arranged مرتب. messy فوضوي. untidy غير مرتب. disorganized فوضوي. smoothly بسلاسه. easily بكل سهوله. comfortably بشكل مريح. badly بشكل سيء. hard بنقول عليها بصعوبه. كلمه help يساعد ده فعل حوله لي الصفه بقت helpful معنى مفيد او متعاون. focus فعل بمعنى يركز حوله لي يلا الصفه adjective يبقى focused مركز. organize ده فعل بمعنى ينظم حوله لي الصفه بقت organized منظم. عندي كلمه عايز اقول على الشيء ذاتي اضيف دايما قبل منه كلمه self control يبقى بمعنى الذات او او النفس يبقى ضبط النفس self control. ماشي. effective دي صفه بمعنى فعال حولها لي يلا الادفيرب بالظرف قمت رايح ضايف لها ال واي effectively. smooth سهل او سلس حولها لي يلا الظرف يبقى smoothly بسلاسه. المتلازمات اللفظيه وحروف الجر والتعبيرات. بالمناسبه باي ذا واي لما اجي اتكلم مع شخص اقول له باي ذا واي بالمناسبه.
يبقى be full of أو be full with يكون مليئا إيه؟ مليء بشيء مادي. يبقى قلنا يملأ شيء كتابة fill in، لو اديتك استمارة أو ورقة وتملاها يبقى fill in. ده بيملأ بشيء ماله بشيء مادي، املأ ازازة ماء، املأ كوباية، املأ أي شيء، يبقى ده اسمه إيه؟ full of أو fill. هنا أقول full of مملوء بيه، أو fill with يملأ إيه؟ يملأ بيه. يحضر نادي الرسم attend the art club that is true هذا صحيح. يعرض أفكارنا على present our ideas to arrange things in order يرتب الأشياء بالترتيب. keep student organized يحافظ على تنظيم الطلاب. do scientific experiments يقوم بعمل تجربة. جميل. make a chart يقوم برسم بياني، يعد جدول أو مخطط. have a drama club يحضر نادي المسرح. tell about يخبر عن. think about يفكر بخصوص، أو ممكن نستخدم حرف الجر of think of. fixed study period فترة مذاكرة ثابتة. organize the timetable ينظم الحصص، جدول الحصص. manage their time wisely يدير وقتهم بحكمة. everything runs smoothly كل شيء يمشي أو يسير بسلاسة. have 8 periods a day عنده 8 حصص فين؟ 8 حصص في اليوم. جميل. الملحوظات اللي عندي، أول كلمة عندي كلمة let's تستخدم للاقتراح. نيجي وراها الفعل فين؟ في المصدر let's make. ودايما نتعلم ان كلمه let's لما بنيجي نقترح بكون انا كمان من ضمن الاقتراح، هيا بنا، يعني انا ومعايا اشخاص اخرين، يعني انا ما بقترحش على شخص، لا انا بقترح على مجموعه من الاشخاص وانا من ضمنهم، فساعتها استخدم كلمه let's make a poster for the project. يلا نعمل ملصق للمشروع. الفعل suggest بيجي وراها الجيران. فكنا بنقول دايما ان الفعل suggest لو جه بعد منه كلمه ذات هيجي وراه فاعل، بعد الفاعل حاجه من اتنين، يا مصدر يا شد وراه الفعل فين؟ في المصدر. يبقى suggest يجي وراها الجيرند في اللي هو الفعل المضاف له ing، يجي وراها suggest ذات فاعل مصدر او شد ومصدر. يبقى suggest جاي وراها فعل مضاف له ing. كلمه ماذا عن what about او how about تستخدم للاقتراح. what about او how about يجي وراها الاسم او او الجيرند فعل مضاف له ing. what about watching a movie night. وفي مصطلح كنا بنستخدمه في الدايلوج، وماذا عنك what about you. what about you. كلمة every day منفصلة و every day متصلة. نيجي نبص للجملة لو لقيت، خلينا بس في الصفة الأول. كلمة every day متصلة لازقة ببعضها يبقى دي كده صفة. القاعدة بتقول الصفة تأتي قبل الاسم وبعد الفيرب to be. نيجي نقرأ walking to school is an everyday activity. أنا everyday دي عايز أتأكد هي صفة ولا ظرف، الاقي في الاخر اسم اللي هو activity، يبقى طبيعي كلمه everyday متصله تبقى صفه ماشي بمعنى يومي. تيجي هنا تلاقي كلمه everyday منفصله مفيش وراها اسم، اعرف على طول انها ظرف اللي هو adverb. I go to school بروح المدرسه كل يوم، يبقى صفه يومي. ده لو ظرف كل يوم يبقى متصله صفه، منفصله ظرف. جميل. كلمه experiment تيجي تجربه معمليه، يعني جوه المعمل. يقول لك we did chemistry experiment عملنا تجربه جوه المعمل in the lab. كلمه lab اختصار لكلمه laboratory او laboratory اللي هو المعمل. experience قلنا بتيجي بمعنى خبره وما بتتعدش، تتعدى لو جاب بمعنى تجربه حياتيه او تجربه في الحياه. هنا experience بمعنى تجربه حياتيه. I had a wonderful experience مريت بتجربه رائعه at the art exhibition في المعرض معرض الفن. جميل. عندي الافعال يقول لك know يعرف، show يعرض او يبين، learn يتعلم، teach يعلم. جميل. يقول لي يجي وراها أداة استفهام وبعد كده تقول الفعل فين؟ في المصدر. I know how to solve. ماشي. I show how to. I learn how to. I teach how to. ودي كانت اللانجوج نوتس. يلا نخش على نص reading القراية. بيقول لي time tables help you organize your school day. يبقى الجداول بتساعدك تنظم يومك المدرسي. Every school day كل يوم مدرسي is full of lessons مليء بالدروس أو الحصص activities أنشطة and movement ومليء بالحركة. To make everything run smoothly عشان أدير كل شيء بسلاسة. Schools use a timetable. المدرسة بتستخدم جدول. A timetable shows the subject for each period. بالجدول بيعرفك كل المواد في كل فترة. And helps the student to know what to bring. وبيتساعد الطلاب يجيبوا يحضروا معاهم. And when to be ready وإمتى يبقوا مستعدين. Having a timetable كونك معاك جدول، امتلاك الجدول is very important. ده شيء مهم. It keeps the student organized. بيخلي الطلاب منظمين. And helps them manage their time. بيساعدهم يتحكموا في وقتهم wisely بكل حكمة. For example على سبيل المثال if you have science first لو عندك حصة علوم أولا you bring your lab book بتجيب كتاب المعمل and a coat
والمعطف بتاعك بتاع المعمل، البلطو بتاع المعمل. If you have art later لو عندك حصة رسم بعد كده you prepare your colors بتجهز ألوانك brushes وفرشات بتاعت الرسم. Teachers also follow the timetable بيتبعوا الجدول so every subject كل مادة gets enough time بتحصل على وقت على وقت كافي. At our school في المدرسة بتاعتنا the school day starts at 8 a.m. اليوم المدرسي بيبدأ الساعة 8 finished وينتهي 3 p.m. هنا بنستخدم مضارع بسيط عشان يعبر عن جداول جداول ومواعيد. We have 8 periods عندنا 8 فترات every day كل يوم with short breaks راحات فترات راحة between lessons بين الحصص. On Sunday morning يوم الأحد الصبحية our class teacher reviews يقول لك مدرس الفصل بتاعنا reviews بيراجع the timetable الجدول معانا with us so we can prepare for the week عشان نجهز للأسبوع. Sometimes أحيانا we change it for special events بنغير الجدول بأحداث خاصة like sports day زي اليوم الرياضي or the science fair أو معرض العلوم. Most days معظم الأيام we follow it carefully بنتبعها بعناية أو بحرص. The timetable teaches us self-control الجدول بيعلمنا التحكم في الذات responsibility المسؤولية and respect for time واحترام الوقت which helps everyone learn more effectively بيساعد كل شخص يتعلم بفاعلية. جميل. أدا النص. عندي ديالوج بيتكلم عن school rules and timetable قواعد المدرسة والجدول المدرسي. أحمد ومحمود. أحمد بيقول محمود the principal says المدير بيقول we need to review the new school rules عايزين نراجع قواعد المدرسة and timetable والجدول for this term بتاع الترم ده. فمحمود قال له yeah I saw the notice شفت الملاحظة شفت الملحوظة. Some students were confused معظم الطلاب كانوا مرتبكين about new timetable من الجدول الجديد. What changes do you think we have to discuss ايه التغييرات اللي ممكن نقدر نناقشها ولما نيجي نراجع الجدول. أحمد قال له well حسنا we start with morning line بنبدأ بطابور الصباح. It's now at quarter to 8 يعني الساعة 8 إلا ربع. So everyone must arrive earlier كل شخص لازم يوصل بدري. محمود قال له that makes sense ده منطقي. It keeps the school more organized يخلي المدرسة منظمة أكتر. Students should also wear the school uniform every day يرتدوا زي المدرسي كل يوم. فأحمد رد عليه قال له right صحيح. And students mustn't use their phones during lessons وما يستخدموش الموبايل بتاعهم وقت الحصص. It's one of the most important rules واحد من أهم القواعد. محمود قال له true صحيح. We should also plan نخطط how to manage homework time نتحكم في وقت الواجب ندير وقت الواجب. Maybe each class كل فصل could have a fixed study period يبقى عندهم حصة دراسة محددة أو ثابتة after school بعد المدرسة. أحمد قال له good point نقطة جيد. We can make a chart نعمل رسم بياني أو مخطط showing the daily timetable يورينا الجدول اليومي and the class duties والواجبات الخاصة بالفصل. قال له excellent ممتاز. Let's present our ideas يلا نقدم أفكارنا to the teacher tomorrow للأستاذ بكرة so everyone knows and follows the rules كل شخص يعرف ويتبع القواعد. ده كان دايلوج ما بين أحمد ومحمود عن الجدول المدرسي والرولز بتاعت المدرسة. بيقول لي my school day يوم المدرسة. جميل. I'm a student at preparatory school in Cairo. أنا طالب في المدرسة الإعدادي فين في القاهرة. I wanted to tell you about my school life. هيقول لي عن السكول لايف اللي هو عنوان الوحدة بتاعي. What I think about it. إيه رأيي فيه؟ قال له first أولاً the school is old building. المدرسة هي عبارة عن مبنى قديم مكونة من 2 floors. has 2 floors فيها طابقين. We have 15 classrooms عندنا 15 فصل. A big library مكتبة كبيرة. 1 computer lab معمل حاسب آلي واحد. and a gym وصالة رياضية. next تاني حاجة عايز أقولها my teachers are helpful متعاونين and patient وصبورين. my favorite teacher Miss نرمين مدرستي المفضلة هي أستاذة نرمين who teaches English اللي بتدرسني إنجليزي. she makes learning easy بتخلي التعلم أسهل and fun وأكثر مرح with games and songs بالألعاب والأغاني. The students at my school الطلاب في المدرسة are friendly ودودين and respectful محترمين. After school بعد المدرسة I play in the school playground بلعب في ملعب المدرسة and then I attend the art club بحضر نادي الفن. After that بعد كده we also have sports عندنا رياضة sports team عندنا فريق رياضي and a drama club ونادي المسرحي.
overall إجمالا I really like my school. بحب المدرسة بتاعتي. The learning is good. التعلم فيها جيد. And I have many friends وعندي صحاب كتير. I think my school is great. مدرستي رائعة. مكان رائع to learn and to grow. إن أنا أتعلم وأكبر فيه. فعندي دايلوج هنا ما بين سما ورنا. سما بتقول للرنا رنا our teacher said الأستاذ قال we need to talk about the new school rules. مكررها تاني. عايزين نتكلم عن قواعد المدرسة and timetable والجدول. رنا قالت yes I heard. أنا سمعت الموضوع ده. The rules are a bit different. القواعد مختلفة السنة دي this year. What do you think about them? إيه رأيك فيهم؟ قال له I think they are good. أعتقد إن هم كويسين. For example على سبيل المثال student must be in class. الطلاب لازم يبقوا في الفصل before 8 o'clock قبل الساعة 8. رنا بتقول that's true. هذا صحيح. It helps everyone start the day. يساعد كل شخص يبدأ اليوم on time في الوقت المحدد. But I think we should have a longer break. يبقى عندنا فترة راحة أطول. قالت لها maybe ممكن ربما. But the timetable الجدول is already with lesson and activities. الجدول مليان حصص وأنشطة. قالت لها right. Still ما زال we could suggest change. لازم نقترح تغيير. The order of some subjects ترتيب المواد. Like having PE. إن يكون عندنا حصة تربية بدنية physical education before break قبل الفسحة. قالت لها good point. نقطة صائبة. It would make students more active. هيخلي الطلاب أكثر نشاطا and focused after the break. ومركزين بعد الفسحة. Let's write. أي نكتب our ideas أفكارنا down ندونها and share them with the class tomorrow. ونشاركها مع الفصل بتاعنا الفصل بتاعنا بكرة. جميل. يبدأ الحل بتاع الدرس. أول حاجة definitions. أول سؤال بيقول لي a fixed time وقت ثابت in a school timetable في جدول المدرسة during which خلاله specific subject مادة محددة or activity أو نشاط is taught يتم تدريسه. period ولا uniform ولا rule ولا timetable. فأكيد هنا بيقول لي يبقى كلمة fixed time وقت وقت ثابت في جدول المدرسة. فطبيعي ما ينفعش آخد timetable فآخد البيريود بمعنى فترة أو مدة محددة. means done in a calm, easy and regular way. شيء بيتم فعله بهدوء وبطريقة سهلة وبشكل منتظم. تبقى period ولا organize ولا manage ولا smoothly. يبقى smoothly ما دام شيء سهل وهادي يبقى بكل سلاسة. نقطة رقم 3 is to plan or arrange things in order. إن أنا أخطط أو أرتب الأشياء بالترتيب. يبقى smoothly ولا organize ولا period ولا effectively. يبقى ينظم يعني organize. رقم 4 means in a way بطريقة that works well تعمل بشكل جيد and produces good result وبينتج منها نتائج جيدة. يبقى manage ولا smooth ولا effectively ولا organize. يبقى effectively يعمل بفاعلية. يقول لي shows your classes توري فصولك for each day كل يوم on the week في الأسبوع. يبقى بيوريك حصصك كل يوم في الأسبوع. اسمه التايم تيبل. student must wear their نوت يرتدوا every day at school. coat ولا يونيفورم ولا نوت بوك ولا لاب بوك. يبقى يرتدوا اليونيفورم. we borrow books بنستعير الكتب and study quietly وبندرس بهدوء in school. فين؟ library. يبقى أكيد طبعا library في المكتبة. we enjoy doing specific scientific in the lab. بنعمل في جوه المعمل. أكيد experiments تجارب علمية جوه المعمل. a good timetable الجدول الجيد helps everyone بيساعد كل شخص work not during the school day. بيساعد كل شخص يعمل effectively بفاعلية. timetables الجداول help students تساعد الطلاب their school work. يبقى here ولا organize ولا bring ولا forget. أكيد organize ينظم شغلهم المدرسي. نقطة رقم 11 student always follows the timetable يتبع الجدول. يبقى الطالب friendly ولا brave ولا special ولا organized. يبقى an organized student. الطالب منظم. students should stay not during lessons. يبقى stay focused يبقوا مركزين. following rules need اتباع القواعد محتاج fun service self control movement. محتاج self controls تحكم بالذات. everything runs when student to follow rules. كل شيء بيمشي smoothly يتم إدارته بسلاسة بكل سهولة. student can note new ideas أفكار جديدة to the teacher. يبقى here ولا stop ولا keep ولا suggest. يبقى suggest يقترح أفكار جديدة. student must note their time wisely. يبقى يتحكم في وقته بسهولة. here ولا see ولا manage ولا tell. أكيد manage. games and songs الأغاني الألعاب والأغاني make learning more بتخلي التعلم أكثر
fun ولا movement ولا service ولا duty؟ يبقى more ايه fun، اكثر ايه متعه او مرح. النقطه اللي بعد كده يقول لي student present projects بتقدم مشاريع at the science of fair ولا fear ولا fire ولا fair، اكيد في معرض الايه العلوم fair. نقط teacher explains the lesson clearly بيشرح الدروس lessons الدروس بحرص، يبقى helpful طبعا لو مساعد او متعاون. the morning الصباح starts quarter to 8 الساعه 8 الا ربع، يبقى ايه اللي بيبدا؟ قلنا ايه the morning line طابور الايه طابور الصباح. English is our first نقط today، مادة الإنجليزي يبقى the first أول حصة، فنقول أول period بمعنى فترة أو إيه أو حصة. student play football بيلعبوا كرة قدم in the football، كرة القدم هتلاقي برول ولا جيم ولا لايبراري ولا بلاي جراوند، يبقى أكيد إيه بيلعبوا فين؟ في البلاي جراوند. عندي السؤال اللي بعده it's very cold الجو بارد outside بالخارج. Don't forget to wear your heavy، ما تنساش تلبس ايه؟ coat ولا shirt ولا hat ولا shoe؟ اكيد طبعا ايه؟ coat. رقم 24 I was not because the instructions were not clear. I was happy ولا confused ولا hungry ولا طول؟ اكيد كنت مرتبك confused بسبب ان التعليمات مش واضحة. رقم 25 يقول لي she is a great actress ممثلة عظيمة and loves joining the school نقط club، يبقى ما دام ممثلة يبقى أكيد الدراما كلاب نادي الإيه؟ النادي المسرحي. It's the police officers نقط to protect the city، يبقى هوبي ولا جيم ولا تريك ولا ديوتي؟ لا، من واجب ضابط الشرطة إن هو يحمل إيه؟ المدينة. The meeting is at no time every week. It's never changes ما بيتغيرش، يبقى الاجتماع is at a fixed time في وقت ثابت، يبقى ما بيتغيرش. Our new neighbors جيراننا الجداد are very نقط مالهم they always smile and say hello بيبتسموا ويقولوا مرحبا، يبقى اكيد friendly ودودين. Our PE اللي هي physical education حصة التربية البدنية takes place بتحدث in the school فين؟ kitchen ولا office ولا gym ولا lab؟ اكيد فين؟ في الجيم. نقطة 30 a person can wait for a long time without getting annoyed. شخص يستطيع ان ينتظر مدة طويلة من غير ما يزهق، يبقى الشخص الصبور هو الايه؟ البيشنت. If you break the school rules لو خالفت القواعد المدرسة you will be sent هترسل to نقط office، يبقى baker ولا farmer ولا principal ولا single؟ أكيد principal معنى غرفة إيه؟ مكتب الإيه؟ مكتب المدير. 32 farmers الفلاحين fresh vegetables and fruit بخضروات طازجة وإيه وفاكهة طازجة، يبقى أكيد buy ولا kill ولا hide ولا produce؟ يبقى produce بينتجوا خضروات وفاكهة طازجة. It's your not to keep your room clean تحافظ على غرفتك نظيفة and tidy ومرتبة. It's your responsibility مسؤوليتك. 34 this gift الهدية دي is to me ليا because my best friend gave it to إيه to me، يبقى is special to me مميزة بالإيه بالنسبة لي. السؤال بتاع السينونيم والانتونيم the word effectively بفاعلية معناها badly بشكل سيء، poorly بشكل فقير، successfully بشكل ناجح، roughly بعنف أو بشدة، يبقى تبقى successfully. The word focused كلمة focused مركز as antonym التضاد بتاعها careful حريص، concentrated مركز، distracted مشتت، organized فأكيد distracted. أنا عايز الانتونيم، عايز التضاد إيه؟ عايز التضاد بتاعها. النقطة اللي بعد كده يقول لك the word fun كلمة fun مرح is a synonym مرادفها boring ملل unpleasant غير صار enjoyable harmful فأكيد هتبقى إيه؟ enjoyable. The word helpful متعاون is an antonym التضاد بتاع كلمة helpful متعاون. useful مفيد، supportive داعم، harmful ضار، careful حريص فأكيد طبعا harmful ضار لأن أنا عايز الانتونيم عايز التضاد بتاعها. The word manage يتحكم is a synonym مرادفها lose control أفقد السيطرة، mismanage يسيء الإدارة، control يتحكم، كلمة miss up يبقى أكيد كلمة control يتحكم. The word organize ينظم is an antonym of مضاد كلمة organize plan يخطط، prepare يعد أو إيه أو يجهز، miss up ولا arrange فأكيد طبعا هي وأنا عايز التضاد بإيه بتاعها، يبقى يخطط ويعد ويجهز ويرتب فكده miss إيه miss up. ماشي هو عايز الإيه التضاد. The word organize is a synonym منظم، يبقى messy فوضوي، up untidy، neat مهندم، organized يبقى كلمة neat مهندم أو إيه أو منظم. and the word smoothly is a synonym of مرادف كلمة smoothly بسلاسة، يبقى badly ولا roughly ولا easily ولا hard؟ يبقى بسلاسة معناها بسهولة، يبقى إيه easily.
البريفكس والسفكس. to get the adjective from the noun help، عايز اجيب الصفه من كلمه help مساعده، يبقى الطبيعي اضيف لها FUL تبقى helpful متعاون. The suffix is added to turn focus and organize into adjective. اضيف لي كلمه focus واورجنايز عشان احولها لصفه، فطبيعي ان انا اضيف الاي دي suffix ed يبقى organized و focused. جميل. The prefix in the word self control refers to تشير الى the past الماضي، others اخرين، و oneself الشخص بنفسه، او the subject او time. يبقى قلنا السيلف كنترول يبقى one self. جميل. النقطة اللي بعدها the teacher asked us سألنا to note the chart to show a timetable. يبقى to make a chart. make ولا do ولا cancel ولا attend، يبقى to make a chart to show the timetable. نعمل رسم توضيحي عشان نعرض الجدول. good student الطلاب الجيدين their time وقتهم wisely so they finish their work on time بيخلصوا شغلهم في الوقت المحدد. forget ولا waste ولا manage ولا lose، طبيعي تبقى manage. 48 in the science lab في معمل العلوم we know a scientific experiment تجربة علمية to learn new things عشان نتعلم أشياء جديدة. يبقى يكون بعمل تجربة، طبيعي تاخد الفعل do a scientific experiment. when a student follow rules لما الطلاب بيتبعوا القواعد everything smoothly at school. يبقى لما الطلاب يبقى manage smoothly ولا runs smoothly يتم إدارته بسهولة، يبقى runs أو يمشي بسهولة. go to school library after classes، يبقى هنا go to school library after classes. يبقى يقول له هيا نذهب، يبقى هنا اقتراح how ولا suggest ولا what ولا let's، يبقى دي جملة، يبقى let's هيا بن. I suggest لسه قايلين suggest يجي وراها الفعل مضاف له I ان جي تبقى make. walking to school is not activity to many student، يبقى انا عندي هنا activity is فاكيد انا عايز صفه، هنا يبقى في صفه، الصفه دي اكيد متصله، فاحنا قلنا every day متصله. جميل. show subjects and periods بيعرض لنا مواد والفترات، فطبيعي يبقى التايم تيبل اللي هو الجدول بتاعنا. to turn the adjective effective into an adverb we add كلمه effective نضيف لها ly effectively. please note down the important notes in your notebook. please note down يبقى look down write down ولا stand ولا run، يبقى أكيد write down بمعنى يبدأ. the word uniform is an antonym of مضادها، مضاد كلمة uniform زي مضاد كلمة uniform يبقى dress ولا formal clothing ولا casual clothing ولا schedule، يبقى هنا clothes casual clothes. جميل. ماشي. عندنا القطعة read and complete the text اقرأ وأكمل النص. أول كلمة معايا كلمة smoothly بسلاسة، period مدة، manage يتمكن أو يتحكم، movement حركة، organized منظم. فبيقول لي to make everything run عشان أخلي كل شيء يتم إدارته أو يمشي بسلاسة أو بسهولة يبقى smoothly. schools use a timetable، المدارس بتستخدم جدول. a timetable shows the subjects، الجدول بيعرض لنا المواد for each لكل يبقى each period لكل فترة، ما كل فترة بيبقى فيها مادة. and help students to know what to bring بيساعدوا الطلاب يجيبوا معاهم and when to be ready وامتى يبقوا جاهزين. having a timetable is very important، كونك معاك جدول ده شيء مهم. it keeps student بيخلي الطلاب مالهم organized، يعني organized يعني منظمين and help them know at their time wisely، ده بيساعدهم ان هم يعملوا في وقتهم، يبقى manage their time يدير وقتهم بكل سلاسة manage their time wisely. القطعة اللي بعدها كلمة نوت، ملحوظة responsibility مسؤولية، fair معرض، effectively بفاعلية، self control التحكم بالذات. student need الطلاب محتاجة to act well انها تتصرف بشكل جيد، يبقى self control التحكم بالنفس to act well. and school events during the science during science أكيد معرض العلوم يبقى fair. during the science fair they work in teams they work يبقى بيشتغلوا ازاي؟ يبقى effectively بفاعلية. جميل. in teams في فرق. do experiments بيعملوا تجارب and explain ideas ويشرحوا أفكارهم clearly بكل وضوح. taking إنهم بيتولوا
responsibility ان هم يتولوا المسؤوليه. جميل. help them بيساعدهم respect rules يحترموا القواعد and time والوقت. on sports day اليوم في اليوم الرياضي student shows the same بيظهروا same value by cooperating من خلال التعاون following instruction اتباع التعليمات and encourage other to succeed وشجع الآخرين على النجاح. الدايلوج الثاني بيقول لي سميرة and نورا are talking about timetables بيتكلموا عن الجداول. فسميرة بتقول in my opinion من وجهة نظري أو في رأيي our timetable الجدول بتاعنا is very important مهم جدا. نورا قالت لها why do you think so لماذا تعتقد ذلك؟ سميرة ردت قالت لها because it helps us نقط our school day بيساعدنا إن احنا نعمل إيه في يومنا يبقى أكيد it helps us organize نساعدنا إن احنا ننظم اليوم المدرسي. نورا قالت لها I agree the best thing about the timetable is that it saves time وأكتر حاجة مهمة في الجدول ماشي انه يوفر الوقت. سميرة سألتها قالت لها day of work is the busiest day for you فبقول لها اي يوم هو الاكثر ازدحاما بالنسبة لك هتقول لها كلمة اداة استفهام اي يبقى which day of the week is the busiest for you. قالت لها Monday is the busiest day for me يوم الاثنين هو اكتر يوم مزدحم بالنسبة لي. سميرة قالت لها how does a timetable help you stay organized ازاي الجدول بيخليكي منظمة and manage your time تتحكمي في وقتك. هتلاقي it helps me know my هعرف ايه من الجدول اكيد هعرف الحصص بتاعتي او المواد. احنا ممكن نقول كلمة periods اعرف الفترات الحصص بتاعتي او كلمة subjects اعرف المواد and prepare my books واجهز الكتب بتاعتي. if we didn't have a نقط school would be confused لو ما عندناش احنا بنتكلم عن time table لو ما عندناش جدول الحياه هتبقى بيقول لك school would be confusing المدرسه هتبقى مربكه. هتلاقي I agree a timetable makes school life easier بتخلي الحياه المدرسيه اسهل وكده بنكون وصلنا لنهايه الوحده الوحده السابعه تاني اعدادي.